انا دلوقتي ليله امتحان ماده الفيزياء، فهخليك تلم الفيزياء كلها في اليوم ده. هات كوبايه شاي وصحصح وركز في الكلام اللي احنا هنقوله. معانا 5 خطوات بس تلم بيهم الفيزياء كلها في يوم واحد. هنبدا بالخطوه الاولى، هنقسمها. اول حاجه في الخطوه الاولى، اوعى تلم كل حاجه مره واحده، وده كلام منطقي جدا. رقم 2 معانا في الخطوة الأولى، هتركز على الدروس المهمة والقوانين الأساسية. ثالث حاجة تعملها، هتجيب الامتحانات السابقة وتركز على الأفكار اللي بتتكرر في الامتحانات السابقة. الهدف من كله ده إنك تعرف راسك من رجليك، تعرف هتبدأ منين وتحل إزاي. تاني خطوة معانا، هتلخص كل درس بسرعة وهتركز على الوحدات. ركز كمان على المعطيات، على الرسومات، وكمان تاخد بالك من العلاقات. الخطوة الثالثة، ايه اللي اهم من المراجعات؟ حل امتحانات السنين اللي فاتت، ودي غلطة معظم الطلاب بتقع فيها. بتراجع من غير ما تحل امتحانات السنين السابقة، وبتراجع بورقة وقلم من غير ما تحل برضه، ودي غلطة. الحل بيثبت المعلومة، ولو وقف قدامك سؤال شوف طريقة الحل واتعلم اتحلت ازاي، وما تضيعش وقتك كله في سؤال واحد. الخطوة الرابعة معانا، لازم تبقى نايم كويس. النوم، واهم حاجة النوم. تبقى نايم كويس، ده هيقلل منك التوتر والضغط اللي انت بتحس بيهم في الامتحانات. الخطوة الخامسة والأخيرة، قبل الامتحان بتاعك افطر كويس، راجع القوانين بس، واوعى تبدأ بحاجة جديدة، وراجع مراجعة خفيفة، مراجعة سريعة كده. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لي لايك وفولو، شير الفيديو ده لاصحابك. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.